طيب احنا النهارده جايين نتكلم على حاجه انتوا سالتوني عنها كتير قوي. الحاجه دي بقالكوا حوالي 3 أو 4 سنين بتسالوا عنها منذ ان بدا انتشارها في مصر، يعني افلام الحمايه. قصه افلام الحمايه دي انا ليا باع فيها، لان انا نفسي خدت تجربه مع فيلم حمايه اصلي سنه 2016. كانت تجربه جيده، استفدت منها جدا، وكانت تجربه متميزه بالنسبه لي صراحه. حافظت على عربيتي بعد سنين من تركيب الفيلم. انا ما حسيتش ان انا اذيت عربيتي، بالعكس كان فاليو فور ماني. ولكن حابب افجر لك مفاجاه، ان الفيلم ده كان ثمنه في 2016 25,000 جنيه على عربيه متوسطه الحجم. فحابب اقول لك حاجه مهمه قوي، ان كل الافلام اللي انت بتسمع عنها ب 10,000 جنيه وب 12,000 جنيه وب 15,000 جنيه، الفيلم الاصلي الاول في العالم المعتمد من دول الاتحاديه والكونفدراليه والكلام الهجص ده كله، فيلم مضروب. ثق تماما انه فيلم مضروب. افلام حمايه لا اصل لها، وافلام حمايه كلها من خامه البي في سي، خامه الطباعه الشهيره. افلام حمايه مش هتحمي عربيتك بل هتضر عربيتك. الفيلم الاصلي ليه عيوب، وهقول لك ابرز عيوبه ايه. عيبه ان هو غالي الثمن، لكن هو فعلا غالي الثمن. الشركات اللي زي اكسبيل وزي 3 ام وزي اسماء كبيره زي لومار والقصه دي كلها، انا بقول اهو اسماء براندز كتير علشان تبقى عارف، الشركات دي غاليه فعلا. الشركات دي عملت دراسات على افلامها، والشركات دي افلامها معتمده من براندز عربيات محترمه وذات مصداقيه. وكمان الشركات دي بتدي ضمان يتجاوز ال6 وال7 وال10 سنين، زي فيلم الحمايه اللي احنا النهارده بنتكلم عنه، فيلم اكسبيل. نشكر كاربرجيني ان هو قدم لنا الفرصه دي، وان احنا هيتيح لنا المكان علشان نتكلم. لكن حابب النهارده ما اتكلمش عن كاربرجيني ككاربرجيني، انا حابب اتكلم عن فكره فيلم الحمايه الاصلي. ليه فيلم الحمايه الاصلي غالي؟ فيلم الحمايه الاصلي غالي لان طريقه تركيبه مش هتاذي بويه عربيتك. انت لا محتاج تسخين ولا هيتر ولا سشوار ولا الكلام الفارغ ده. كمان الصمغ او الماده اللاصقه اللي بتبقى في فيلم الحمايه الاصلي ماده مجهزه للعربيات، ماده ما بتسيبش اي اثر على البويه، ماده بتقدر تنتزعها بعد 4 و5 و6 سنين لو حابب تشيل الفيلم دون اي ايذاء، وبتلاقي بويه العربيه سليمه. الفيلم الاصلي كمان من ماده مرنه، البلاستيك البرايمر المقاوم والمعالج اللي فيه سيلف هيلينج، والسيلف هيلينج فيه كمان درجات. الفيلم الاصلي كمان بيقدر يعالج نفسه من الخدوش لوحده، وكمان بيقدر يقي العربيه الخدوش العاديه والخدوش العميقه. كمان في الخبطات بيقدر يحافظ على الدهان، يعني بتلاقي الدهان في العربية تحت الخبطة موجود وبحالته الأصلية، ما بتضطرش انك انت كمان تدقدق. لو هتدقدق عليه او في سمكرة ممكن تدقدق على الفيلم الأصلي. الفيلم الأصلي فيه المرونة اللي يتيح لك انك انت تعمل ده. كمان الفيلم الأصلي بيحمي العربية من تغير ألوانها ومن ان البوية تتأثر. والفيلم الأصلي كمان معالج انه ما يبهتش او لونه يصفر زي ما انت بتشوف في الافلام اللي احنا بنشوفها المضروبه. بتلاقي الفيلم تحول الى خريطه بعد سنه او سنتين من الشمس، وتحول لشكل غريب جدا، ثم تحول لجزء من الصاج. لما بتيجي تشيله بتشيله بالبويه نفسها، وبيبقى شيله صعب جدا، وبتضطر تلجأ لتسخين عنيف وشديد. الافلام الاصليه هي افلام غاليه السعر، والفيديو ده ممكن يكون لواحد بيهتم بعربيته جدا، الناس الحساسه، ودي ناس كتيره جدا وانا واحد منهم. لو عربيتي اتخدش انا ممكن ما اعرفش انام فعليا. لكن لو انت مش مهتم بعربيتك، او انت مش مهتم ان عربيتك يكون ليها حمايه، او من الناس اللي بتقول انا رش العربيه على 2-3 سنين، الفيديو ده مش ليك. الفيديو ده للناس المهتمه بافلام الحمايه. وكمان الفيديو ده عشان نعرفهم الفرق ما بين الفيلم المضروب او الفيلم اللي من خامه مجهوله، او الاماكن المجهوله اللي كل يوم بنشوف اعلاناتها. لو انت تعتقد ان الفيلم الغالي او فيلم الحمايه الاصلي هو ثمنه غالي، هو ممكن يكون ثمنه غالي فعلا، غالي عليك 5 أو 10,000 جنيه، لكن قيمته فيه او الماتيريال بتاعته هتتيح لك انك انت فعلا تؤدي الغرض اللي انت عملت فيلم الحمايه عشانه. لكن الفيلم المضروب هو ثمنه فعلا مضروب في 4 أو 5 أضعاف ثمنه الاصلي. الفيلم المضروب لا يتجاوز ال3 أو ال4,000 جنيه. الرولات اللي بتيجي من الصين دي البي في سي لخامه الطباعه، وبيقال ليك انها خامات اصليه. لازم وانت رايح مكان، نصيحتي ليك، انا مش هوجهك لمكان معين، لازم وانت بتعمل فيلم حمايه انك تروح مكان فعلا بيدي ضمان. لازم تدخل على الويب سايت بتاع الشركه بره، سواء اكسبيل او 3 ام، يوجهك للموزع الحصري هنا ليهم في مصر. لازم زي ما احنا النهارده في كاربرجيني، لو دخلت على اكسبيل ودخلت على الويب سايت هتلاقيه بيعمل لك ريتيرن للويب سايت بتاع مصر هنا
وهيعمل لك ريتيرن للويب سايت بتاع كاربرجيني، وهتلاقي نفسك راجع على الويب سايت هنا. لازم فعلا تاخد ضمان معتمد، لازم تلاقي حد ترجع عليه لو تعرضت لمشكله او لم تطابق الشروط والمواصفات اللي انت تعاقدت عليه. فلازم تاخد الفيلم من وكيل معتمد محلي هنا في مصر، لان القصه دي فيها تلاعب كبير جدا وما فيهاش رقابه تماما. 3/4 افلام الحمايه اللي عند ناس مجهوله فعلا افلام حمايه مضروبه، وافلام الحمايه اللي ممكن تؤدي الغرض افلام كلها من خامه الBVC. بعد سنه مش هتديك ابدا الخواص اللي اتقالك عليها، ومش هتقعد معاك 5 سنين، هتصفر على عربيتك وهتشقق البويه وهتشقق العربيه، وهيبقى شيلها كانك بتشيل جلد من على عظم. فعلا فيلم الحمايه الاصلي فيلم ذو قيمه فعلا، ممكن يكون ابرز عيوبه انه غالي، ولكنه بيحقق الغرض اللي اتعمل عشانه. اكسبيل هي شركة عالمية أمريكية تخصصت فقط في صناعة وتطوير أفلام الحماية للسيارات، والشركة دي بدأت منذ عام 1997. الشركة دي مدرجة في البورصة الأمريكية نظرا لكبر استثماراتها وحجمها، وتعمل في أكثر من 55 دولة حول العالم. واحد من أفضل أفلام الحماية في العالم. لما تيجي تدخل على الويب سايت بتاع الشركة الأمريكي هتلاقي إن الشركة بتوجهك دايركت لما تسأل على الموزع أو الوكيل الحصري في مصر لكاربرجيني، هو الوكيل الحصري والوحيد لأفلام اكسبيل في مصر. أفلام اكسبيل بتنقسم إلى 4 أنواع من أفلام الحماية. الفيلم الأول هو الفيلم الألتيميت بلس 7، وده فيلم متخصص في حماية الانتيريور وشاشات الانفوتينمنت سيستم. يليه بعد كده أول فيلم في أفلام حماية الأجزاء الخارجية من السيارة أو البودي أو جسم السيارة، وهو الفيلم السوبريم. والفيلم ده هو الفيلم الأرخص والأكثر انتشارا نظرا لاقتصادية سعره، يعني رغم أن أفلام اكسبيل كلها غالية. بعد كده الفيلم الالتيميت بلس، وده الفيلم الاعلى في اللمعه، وكمان الفيلم الاعلى في خاصيه السيلف هيلينج، والاكثر كثافه شويه وتحمل من الفيلم الاول. يعليهم بعد كده الفيلم الستيلز، وده فيلم بيدي شكل متميز قوي، واكثر فيلم فيهم طبقه، واعلى طبقه فيهم اللي هي الطبقه المط اللي بتدي شكل متميز للعربيات. افلام اكسبيل كلها عليها ضمان 10 سنين، وكمان فيها خاصيه المعالجه الذاتيه السيلف هيلينج اللي بتقدر تعالج الخدوش السطحيه على الفيلم نفسه. نروح بعد كده لتجربة طلبناها علشان نتأكد من قصة ان عربية ممكن وانت بتشيل عليها الفيلم بعد سنين، بعد عدد سنين او بعد استخدام طويل، يحصل ايذاء او تلاقي الفيلم فقد خواصه او تلاقي الفيلم نشف على العربية وشيله صعب، والقصة اللي بنسمع عنها دي. فعلا طلبنا منهم اقدم عربيه عندهم عملت فيلم الحمايه، وكانت عربيه متسوبيشي لانسر، ووافقوا ان هم يشيلوا فيلم الحمايه من عليها. العربيه دي بقالها فعلا 4 سنين ونص من سنه 2017 مع بدايه كاربرجيني. العربيه دي اتحط عليها فيلم الحمايه، وافقوا ان هم يشيلوا فيلم الحمايه قدامنا، والخطوات قدامنا من على جزء كبير في العربيه وهو كان باب العربيه. وفعلا لقينا الفيلم لسه مرن ولسه محتفظ بخواصه، ولم يتاثر الا تاثر بسيط العوامل الجويه والبهدله اللي شالها هو عن العربيه، لكن الفيلم ما زال مرن واتشال بكل سلاسه. ولقينا البويه بتاعه العربيه فعلا بحاله الفابريكا، اكثر لمعانا عن بقيه اجزاء العربيه كلها، ولم نجد صمغ او لزق او القصص اللي بيتقال عنها دي، او فيلم ناشف او صلب وشيله صعب. ودي كانت تجربه فعليه عشان تبين الفرق ما بين فيلم حمايه اصلي وفيلم حمايه تقليد. في النهايه بعد ما صورنا كل المراحل اللي اطمنا، وكمان رخمنا شويه وطلباتنا كانت اوفر شويه، وطلبنا ان العربيه يتشال من عليها ونطمن. احنا النهارده ما كناش جايين عشان نعمل دعايه لكاربرجيني. بصراحه الناس دول مش محتاجين دعايه قوي يعني، تمام. الناس دول وصلوا لمرحله ان هم كانوا مدرسه. الفيديو برعايه كاربرجيني، لكن الناس الصراحه كانوا من الاحترام ان الدعوه كانت احنا مش عايزين حد يتكلم عننا، بس عايزين حد يتكلم عن اهميه فيلم الحمايه الاصلي. فلو انت بتسال السؤال الازلي بتاع اعمل نانو سيراميك ولا اعمل فيلم حمايه علشان احمي عربيتي، لا، هو الحمايه هتكون لفيلم الحمايه، مش هترجح الكفه للنانو سيراميك. النانو سيراميك هيحميك من عوامل الجو ومن الاتربه ومن الحاجات البسيطه، ومش هيحمي خالص من الخدوش ولا هيحمي من حاجه تانية. النانو سيراميك هيديك لمعه، هيديك كوتنج كده لطيف وهيديك لمعه، لكن الحمايه هي الافلام الحمايه. طيب المهم كان اللي بنتكلم عنه النهارده ان كاربرجيني سمح لنا ان احنا نتكلم عن اي خامه محترمه، مش خامه اكسبيل بس او الخامه بتاعتهم، ونوضح الفرق ما بين الخامه المحترمه على عربيتك بعد 4 و5 سنين وانت بتشيلها لو حبيت تشيلها، وكمان اثرها في انها تحمي عربيتك وتخليها على حاله الفابريكا او على الحاله الاصليه. كان النهارده يوم مهم جدا عشان نبين لك ونقول لك يعني رجاء
ما تحطش اي فيلم مضروب او اي فيلم بلا هويه او مجهول الهويه او اصحابه ما تبقاش متاكد ان هم واخدين توكيل الفيلم ده فعلا من شركه ذات اسم او مصداقيه بره، او فيلم ليه خامه محترمه فعلا وله تاريخ، زي افلام اكسبيل وزي 3 ام وزي افلام كتيره قوي وزي لومار. انا بذكر اسماء اهو للناس كومبيتيتورز انا قادر اتكلم عنهم النهارده لان كاربرجيني كان من الاحترام ان هو يسمح لنا ان احنا نستخدم مدرسته دي، المدرسه المدربه والعماله المدربه والمكان المحترم ده، في ان احنا نوضح اهميه فيلم الحمايه الاصلي. فيلم الحمايه الاصلي عيبه القاتل ان هو غالي، لكن زي ما بيقولوا الغالي ثمنه فيه.